السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. زي ما انتم شايفين بقى النهاردة الفيديو بتاعنا كده هنعمل مع بعض سمك. ده سمك شايفين أنا حاطاه في خلطة كده، حاطاه في مية وملح وليمون وخل. ممكن تحطي نطرة جنزبيل لو عندك. بنقعه بقى كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة، بعد كده بشطفه شايفين زي الفل ازاي. باعمل له بقى التتبيلة بتاعته. التتبيلة بتاعته عبارة عن توم. حطي كمية التوم اللي انت عايزاه، انتوا عارفين السمك بيحب التوم والليمون والكمون. تمام، فاحنا هنحط بقى يعني اعملي توم على قد ما تقدري. حطي فيه شوية كمون، في ناس بتحط كزبرة، انا ما حطيتش كزبرة. وعصرت عليها ليمون، شوية شطة لو انت حابة، مش حابة خلاص. فكده هنحط توم مفروم، ليمون، ليمونية يعني، كمون، ملح، شطة. دي الخلطة بتاعتي. هاحط بقى في قلب ده السمكة زي ما أنا باوريها لكم سمك صغير، إحنا بنحب السمك صغير. يعني لو جبته كبير بافتحه كده، باعمل له فتحات عشان أدخّل فيه الخلطة اللي أنا عاملاها دي عشان اللحم ياكل منه، لكن هو صغير. باحط من جوّه ومن برّه كده زي ما أنتم شايفين كده. معلش دي بنت أختي تحب دايمًا تُقف معايا في التصوير وأنا باصوّر ريناد. أهو من جوّه كده ومن برّه. أنا طبعًا بعد ما باشيله من الخلطة اللي أنا كنت عاملاها فيها باشطفه، وبعدين أعمل له بقى الخلطة دي. واسيبه بقى يعني أنتِ سيبيه زي ما أنتِ عايزة، أنا باسيبه مثلًا إيه يعني ربع ساعة، نُص ساعة، دي بقية الخلطة اللي بتفضل معايا باحطها عليه كده واقلّبه. أنا طبعًا الخلطة ما باحطش فيها ملح زيادة، تمام، فأنا هاعصر عليه ليمونة وهاحط شوية ملح لإن أنا باحبه ملحه مضبوط، يعني الخلطة لمّا بتعمليها بتحطي ملح يا دوب على قد الخلطة، فطبعًا ده مش بيخلّيه اللي هو واخد الملح بتاعه كلّه. فأنتِ على حسب رغبتِك بقى، عايزة تحطي في الخلطة الملح كلّه حطي، عايزة تزوّدي زوّدي، عايزة تسيبيه كده أنتِ حُرّة. أنا باحب أحط شوية ملح كده وأقلّبه وأسيبه. باسيبه بقى بالخلطة والليمون الملح ده كده، لحد بقى أمّا أعمل الرز بتاعي، وأقوم أبتدي أشتغل فيه، يكون أكل التتبيلة بتاعته واتطعم منها. معايا بقى هنا حلة كده هاحط فيها كده حوالي ربع كوباية زيت، آخر شوية زيت في الإزازة. ما تنسوش بقى الصلاة على الرسول والحوقلة والاستغفار يا جماعة، وادعوا لولادكم ربنا معاهم يا رب، كله بيمتحن دلوقتي، ربنا ينجحهم يا رب ويهديهم ويصلح حالهم إن شاء الله. هاحط بقى بصلاية متوسطة كده، هابقى فرماها في الكبة بقى، مخرطاها بإيدِك رفيع، بشراها، زي ما أنتِ حابة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوحيها بقى كده في الزيت. تفضلي بقى تقلّبي فيها كده عشان ما تتلسعش منِّك، لإن لو اتلسعت منِّك وغمقِت هتمرّر الرز، فتفضلي كل شوية تقلّبي فيها. هي كده لسه. على فكرة الخلطة بتاعة التوم اللي إحنا عملناها للسمك لو مش حاطة عليها ليمون، ممكن إن أنتِ تاخدي منها حتّة تحطيها مع البصلة دي، هتخلّي ريحة الرز وطعمه تحفة، بس أنا ما كفّاش معايا وكده، كده كنت حاطة عليه ليمون. كده هي خلاص كده غمقِت معايا، أنا عايزة اللون ده كده. شايفين؟ بس ما باغمّقهاش أكتر من كده علشان ما تمرّرش منّي وتمرّري الرز، هي كده حلوة أوي. هاحط بقى المَيّة على حسب الرز اللي أنتِ عاملاه، أنا عاملة مثلًا 4 كوبايات رز هاحط لهم 4 كوبايات مَيّة، ده الرز المصري العادي بتاعنا. وتحطي بقى الملح بتاعِك وخلاص ما بياخدش أكتر من كده.
طبعًا مليون مرّة نقول عينِك ميزانِك في الملح، أنتِ كسِت بيت عارفة الملح بتاعِك، الرز بتاعِك والمَيّة بياخدوا ملح قد إيه، هاسيبها بقى لحد أمّا تغلي. أهو إحنا كل ما نعمل رز نشيله ونحط في الغطا، أهو شيلنا الغطا، هي كده غليت، نحط بقى الرز أنا طبعًا منقياه وغاسلاه ومصفياه كويس. أستغفر الله العظيم ورسول الله العظيم. تقلّبيه بقى كده. أنا طبعًا مطوّلة معاكم الفيديو في حتّة الرز دي عشان البنات الصغنّنة اللي لسه بتتعلّم تعمل الرز الصيادية ده، لإن مش كتير لقيت إن في بنات كتير ما بتعرفش تعمله. بُصّي هو كده خلاص يعني اتشرّب كده تقريبًا معايا، فكده أوطّي عليه النار. هاوطّي عليه النار بقى كده أخلّيها النار واطية خالص وخلاص. هو أنا وقفت ليه كده يعني سايبة الغطا ليه؟ خلاص كده هاسيبه بقى لمّا يستوي. معايا هنا بقى صينية، طبق، أي حاجة عندِك فيها شوية دقيق، وهتحطّي معلقتين نشا، النشا بيخلّيه طالع مقرمش أوي وحلو أوي، وحطّي كمان كركم، الكركم بيخلّي لونه حلو، بيخلّي السمك لونه حلو. قلّبي بقى كل ده، قلّبيه كويس أوي عشان الكركم يدخل في الدقيق والنشا كلّه. معايا بقى هنا طاسة كده فيها شوية زيت، أنا عاملة طاسة وسط علشان أنتم عارفين الزيت غالي، فما ياخدش مننا زيت كتير لإن السمك بيبقى عايز يعني زيت كتير، فحطيت كده وتاخد 3 سمكات حلوين أوي. أحطه بقى كده عَبَال الزيت ما يسخن معايا، لإن لازم الزيت يسخن كويس، باركنه. في ناس بتعمله كده في الدقيق وبعدين تحطه في مَيّة بعدين تطلّعه تحطه في الزيت، لأ أنتِ حطيه كده وسيبيه اركنيه شوية عَبَال الزيت ما يخلص هتلاقيه شرب الدقيق بتاعه، فمش محتاج إن هو يتحط في مَيّة، وهاوريه لِك دلوقتي. أنا بقى باحطه كده، باحط واحدة عكس التانية يعني. أهي شايفين شرب الدقيق إزاي؟ مش محتاج إن هو يتحط في مَيّة. تبّلي السمك بالدقيق وحطيه كده عقبال ما الزيت يسخن هتبُصّي تلاقيه شرب الدقيق بتاعه كده، مش هينزّل معاكِ فرافيت دقيق في قلب الزيت ويحرقها لِك. أنا كده هاقلّبه، معلش دي اتلسعت منّي لإنّي كنت واقفة بالُك أو سِبته تقريبًا ورُحت كنت باكلّم حد من البنات تقريبًا، بس لحقته الحمد لله. أنا على فكرة أنا باحب دايمًا أعمل كام سمكة كده بالسعهم كده، أنا باحبه كده، باحبه ناشف. يعني أنا حتى لمّا باكل سمك برّه دايمًا أقول له نشّف لي السمك بتاعي، ده طباع بقى، يعني أنا باحبه كده، هو الفراخ أحبهم ناشفين كده. ماشي هتقولوا عليَّ ما عنديش ذوق، بس كل واحد وذوقه بقى. أهو شايفين لونه؟ على فكرة السمك الصغير ده بيبقى حلو أوي، أوي، أوي في الأكل، بيبقى طعمه ألذ من الكبير. يعني أنا جرّبت ده وجرّبت ده، وبرضه كل واحد وذوقه في الأكل. طبعًا الليمون اللي أنتم شايفينه ده قشر الليمون اللي أنا باعصره على سلطة مثلًا، على السمك، باشيله ما بارميهوش وباحطه ما بيخلّيش في ريحة زفارة وأنتِ بتقلي السمك، بيضيّع ريحة الزفارة خالص من الزيت، يعني وأنتِ بتقلي كده مش هيطلع ريحة الزفارة بتاعة السمك خالص. التتبيلة أصلًا اللي إحنا بنبقى عاملينها له اللي هي المَيّة بالليمون دي والخل يعني ما بتخلّيهوش فيه ريحة زفارة بصراحة. وتتبيلة التوم كمان وكده وباحط عليهم كمان لو عندِك جنزبيل حطيه معاها هيبقى حلو. هنا بقى هاعمل بقى أنا جايبة سمك مشوي لإن رتاجة عندي بتاكل سمك مشوي ما بتاكلش المقلي، فجايبة لها كده إيه كام واحدة وأنا باحبه برضه، فقُلت أجيب لي برضه واحدة والّا 2.
فدي أنا باحط مَيّة وأحط فيها توم بقشره بادقه مع قرن فلفل أخضر لو موجود، وملح وكمون وشطة، بس وممكن أعصر عليها نُص ليمونة، واحطهم في المَيّة لحد أمّا تغلي واطفي على المَيّة واحط السمك، ما تحطيش السمك في المَيّة وهي بتغلي، اطفي عليها وبعدين قومي حاطاه، إحنا مش بنسويه يعني، إحنا بس يشرب الحُدَقية بتاعة الملح اللي في قلب المَيّة. أنا كده خلّصته، دي بورياية واحدة لإن ابني ما بياكلش السمك، فما بياكلش غير البوري، فقال لي: "هاتي لي سمكية واحدة مشوية." فجبتها له أهي، خلاص حطيتها كده برضه وهاطلّعها. ما فيش، يعني بتحطيها ثواني معدودة وبتطلّعيها. خلاص أنا كده هاطلّعها، وكده أبقى خلّصت الأكل بتاعي، طبعًا عملنا سلطة جنبها. ما تنسوش اللايك يا جماعة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شايفين؟ أهو ده أكل بسيط خالص مش عاملة جنبه بقى ولا بابا غنوج بقى ولا سلطة طحينة ولا عملت حاجة، طبعًا ريتاج دي اللي بتاكل من السلطة. بس إحنا كده خلّصنا، وما تنسوش بقى ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا، ما تنسوش اللايك، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. أهو بيقول لكم اللايك يا جماعة، اللايك يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير. باي باي.